يا ليلة العيد أنستينا، ووسط ريحة عجين الكحك فرحتينا، كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هحكي لكم حكاية عن أصل كعك العيد اللي بيفرحنا كلنا في عيد الفطر المبارك. طب انتوا عارفين ان الاحتفال بالكحك في الأعياد عادة فرعونية أصيلة؟ أيوة، عادة فرعونية أصيلة. ازاي؟ تيجوا نعرف أصل الحكاية كحك العيد. زمان كانت زوجات الملوك في مصر القديمة عندهم عادة انهم يقدموا الكعك كقربان للكهنة يوم احتفال تعامد الشمس على حجرة دفن الهرم خوفو. ده غير ان المصريين القدماء كانوا بيقدموا الكعك ضمن القرابين المخصصة للموت علشان تكون معاهم في العالم الآخر. وما اختلفتش يعني صناعة الكحك أيام الفراعنة عن صناعة الكحك دلوقتي، واللي بيأكد لنا ده الرسوم اللي لقيناها موجودة في مقابر منف وطيبة، وعلى رأسها مقبرة الوزير رخمي رع من الأسرة 18 اللي لقينا رسومات فيها بتوضح صناعة الكعك بالتفصيل. كمان بتبين ازاي ان المصريين القدماء كانوا بيتفننوا وبيبرعوا في تشكيل الكعك بأشكال مختلفة وبزخارف متنوعة كتير جدا. يعني هنلاقي منها على شكل حيوانات، منها على شكل زهور، منها على شكل أوراق شجر، وغيرها من الأشكال الجميلة. وفضلت عادة استخدام الكعك في الأعياد موجودة في مصر حتى بعد الفتح الإسلامي، وأخذت اهتمام كبير جدا 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 من الحكام المسلمين، وبالأخص في عهد الدول الطولونية والإخشيدية والفاطمية اللي كان حكامها عايزين يتقربوا من المصريين ويشاركوهم احتفالاتهم. يعني مثلا هنلاقي الدولة الطولونية ادت لكعك العيد اهتمام رسمي، وصنعوه في مطابخهم الخاصة، وعملوا له قوالب منقوش عليها كل واشكر كل واشكر مولاك. وعلى فكرة القوالب دي موجودة في متحف الفن الإسلامي في القاهرة. أما الدولة الإخشيدية فاشتهرت بكعك الوزير أبو بكر المدراني اللي قال عنه المقريزي إنه كان بيصنع كعك محشو بالدنانير بدل العجوة، وكان بيسميه أفطن له. يعني خلي بالك الكعكة دي فيها دينار ذهبي هتخليك غني. أما بقى في عصر الدولة الفاطمية اللي كانت مشهورة أصلا بالاحتفالات والمناسبات والحلويات، فخصصت لكعك العيد إدارة خاصة سمتها دار الفطرة، وخصصوا ليها مبالغ كبيرة جدا، وكان بيشتغل في الدار دي أكتر من 100 خباز بيبتدوا شغل في صناعة الكعك من منتصف رجب كده لحد العيد. وكان الخليفة بيشرف بنفسه على صناعة الكحك وتوزيعه. ومن الطريف في الدولة الفاطمية ان كان فيه نوع كعك مشهور منقوش عليه تسلم ايدك يا حافظة. عارفين مين حافظة؟ دي واحدة كانت مشهورة ببراعتها وشطارتها في صناعة الكحك، يعني زي ما تقولوا كده نفسها حلو في الاكل، فعملت ليها مركب اسمها حافظة. أما في العصر المملوكي والعثماني فكان بيتم توزيع الكعك على الفقراء والدراويش ورجال الدين والمتصوفين، وكمان بيوزعوه في التكايا. ومع مرور الوقت انتقلت صناعة كعك العيد داخل كل بيت من بيوت المصريين علشان أهله كلهم يجتمعوا من الكبير للصغير وحتى الجيران علشان يعملوا أحلى كعك للعيد. ومع التطور بقى ناس كتير جدا يشتروا الكحك جاهز بدل ما يعملوه في البيوت. بس سواء كان الكعك جاهز او في البيت هيفضل الكعك من اجمل تراث مصر العظيمة ومصدر بهجة وفرحة واهلها. وكمان ده فيه كتير من الشعراء اتغنوا في كعك العيد، زي ما نلاقي بيرم التونسي بيقول لنا ايه: انا والكعك معمول لي قضية، بفضل الله طلع كعك السنة دي بدون أحزان أو حتى رضية، فلا طحان حط لنا النخالة، ولا السمان باع السمن ليا، ولا الفرن للعجينة حرقها، ولا منها اتسرق حتى وقية.